طبعا كلنا سمعنا الفترة اللي فاتت عن ترند الديدلاين اللي البنات بتعمله للولاد. بس انا عايزه اقول لكم حاجه يا جماعه، موضوع الديدلاين ده مش حاجه جديده ابدا. احنا بس الفكره ان احنا دلوقتي عارفين ان ده اسمه ديدلاين، لكن احنا كنا بنعمله من زمان وبنعمله لكل حاجه حوالينا وفي حياتنا. احنا بس الفرق ان احنا دلوقتي عرفنا ان ده اسمه ديدلاين، لكن احنا كده كده اصلا بنعمله. وعايزه اقول لكم ان اكتر حاجه صحيه ممكن الشخص يعملها في حق نفسه هو ان يعمل ديدلاين لكل حاجه في حياته. الموضوع بس مش علاقات وراجل وبنت، واحده وجوزها، واحده وخطيبها، واحده والشخص اللي مرتبطه بيه ومستنيه تقدم لها. الموضوع مش علاقات بس، احنا بنعمل الديدلاين ده لكل حاجه في حياتنا. لما تدي فرصه لمديرك ان هو لو ما عملكش بطريقه احسن من كده، او لو ما زودكش في السالري، ان انت كده خلاص اخر الشهر مثلا وهتسيبه، انت كده عامل ديدلاين. لما تدي فرصه لواحده صاحبتك ان هي تصلح حاجه انت قايله لها عليها وهي عارفه ان انت مش بتحبي الطبع ده فيها، وقلتي اخرها معايا مثلا اسبوعين 3 او اخرها معايا موقفين 3، لو قررت نفس الفعل ده انا هقطع علاقتي بيها، ده اسمه ديدلاين. ان انتوا تدوا فرصه لاي حد في حياتكم مره واثنين وثلاثه وتقولوا المره الجايه لو عمل نفس الفعل اللي بيضايقني ده انا هقطع علاقتي بيه او مش هتعامل معاه تاني، ده اسمه برضو ديدلاين. وعايزه اقول لكم الديدلاين ده حاجه بجد صحيه جدا. اول حاجه بتخلي عندنا حد معين او حته معينه احنا هنقف فيها. اي حد بيعاملني بطريقه انا شايفه ان انا مستحقهاش وانا عاتبته مره واثنين وثلاثه او لفت نظره وهو مصمم يعمل نفس الفعل، انا عارفه ان انا هاجي في حته معينه وهقطع علاقتي بيه. ما اصل مش منطقي الانسان يفضل يتعامل او يعرف نفس الشخص اللي مدمر له حياته او اللي مسبب له شعور مش حلو، بيخليه دايما يوفر ثينك ومضايقه، مسبب له كده ضيق في قلبه او مسبب له ضيق في حياته. مش طبيعي مثلا بنت قاعده مستنيه ولد وعدها بقاله 5 سنين ان هو هيجي يتقدم لها، وتفضل قاعده مستنيه عمرها كله لحد ما الولد ده يجي يتكرم ويتقدم لها، وتبقى ضيعت عمرها وضيعت شبابها معاه. مش طبيعي واحده تفضل مستحمله جوزها اللي بيخونها ويتخانها مره واثنين وثلاثه وتقول هبقى مستحمله وخلاص ربنا يهديه ويتغير. مش طبيعي نسيب المدير بتاعنا يستغلنا ويدينا مصروف مش مرتب ونقول ان شاء الله يبقى يزودني. مش طبيعي، حاجات كتير قوي بتحصل في حياتنا، حاجات هي سامه واحنا ما بناخدش اي اكشن. فالديدلاين صحي جدا، على الاقل بيخليكوا عارفين ان انتوا المعاناه بتاعتكم هتقف عند حته معينه. قلت ان انا بعد موقف او 2 أو 3 هقطع علاقتي بالشخص ده، انا قاعده على الاقل مستنيه نقطه معينه انا سايباله فرصه لحد النقطه دي، بعد كده انا هقطع علاقتي بيه. مش طبيعي ننفي عمرنا ووقتنا الغالي جدا وقلبنا وحبنا وطاقتنا على الشخص الغلط او في المكان الغلط او مع الناس الغلط. ديدلاين صحي جدا صحي جدا. وكمان صحي ليه؟ عشان احنا برضو لما بنيجي نسيب الحاجه احنا بنبقى عاملين حسابنا ان احنا هنسيب الحاجه دي، يعني ما بنبقاش نمنا صحينا احنا سيبناها فاحنا نقعد بقى موجوعين او احنا ما عندناش خطه مش عارفين هنعمل ايه. لا، احنا كده كده بنبقى من فتره مهيئين لعقلنا الباطن ان احنا الحاجه دي هنسيبها لو ما حصلش حاجه معينه انا مستنياها منها. فلما بنيجي ناخد الخطوه ان احنا خلاص مش هنكمل تاني في الحاجه دي او ان احنا هنسيبها، مش بنتوجع بنفس الطريقه اللي كنا هنتوجع بيها لو ما كناش مخططين، لان احنا اصلا عملنا موف اون اساسا اثناء الفتره اللي احنا كنا فيها مع بعض، فمش بنتوجع ابدا بنفس الطريقه. فانا عايزاكم اي حد مش حاطط ديدلاين لحد في حياته او حاجه مضايقاه يتفضل يقوم دلوقتي حالا يحط لها ديدلاين ويعرف الشخص ده ان هو ليه عدد فرص معاه. حتى انتوا لو مش عايزين، انا من الناس بصراحه اللي ما بقولش، يعني بفكر في صمت وبشتغل في صمت وبنفذ في صمت. بس انتوا لو بتحبوا تقولوا او بتحبوا تعاتبوا او تواجهوا، اتفضلوا قوموا دلوقتي عرفوا الاشخاص اللي انتوا متضايقين منهم وهم ليهم فرصه واحده معاكم. ما تضيعوش وقتكم اكتر على حاجات هي ممكن تبقى متستاهلش ولا حبكم ولا طاقتكم.